بعملها كده مرتين 3 في الأسبوع بربع كيلو لحمة بس. اللهم بارك، غدا وعشاء ما شاء الله مشبعة جدا. معايا كيلو وربع كده من البطاطس، حوالي كيلو أو كيلو وربع. بالنسبة لحجم البطاطس يكون وسط. وبعد كده اغسلها كويس جدا، وهمسك كده الواحدة هقسمها نصين بالشكل ده، وبمعلقة كده صغيرة تكون أفضل، يعني أفضل من المقوار. وبروح جاية كده بحرف المعلقة كده ومقوراها بالشكل ده. بس الأول إيه بخططها كده بالمعلقة بحيث القلب يطلع على طول. هخلص بقى الكمية كلها بنفس النظام، تكون كده بالشكل ده. بس قوريها كويس عشان تبقى مليانة كده في الحشو بتاعها. هخلصها بقى كده الكمية كلها، ولازم تكون الوعاء اللي جنب منك في قلبها مية علشان نسقط فيها البطاطس على طول. طبعا بقى التقوير ده هقولك هنعمل بيه ايه، هيخلي الصينية دي في حتة تانية خالص، وما شاء الله هيضاعف الكمية معايا. اركنهم بقى كده على جنب، وكمان الحشو اهو اللي هو التقوير حاطاه برضه في ميه. تعالوا نعصج بقى شويه اللحمه، هو ربع كيلو لحمه بس، مالكوش دعوه بقى باللي انا معصجاه. اللي أنا معصجاه ده انا اللهم بارك بعمل كده حوالي كل اسبوع او كل اسبوعين، بعصج حوالي 2 كيلو مع بعض كده، واروح جايه عاملاه اكياس اكياس على قد طبختي. هنا بقى ايه، شوحت اللحمه كده على طول منها فيها عشان يبقى قلبها نسبه دهن، يعني ما حطيتش اي ماده دهنيه. شوحتها وحطيت كزبره وبهار لحمه، وكمان 7 بهارات وكزبره والملح، وكمان شطه وبصل. وشوح كله كده مع بعضه، ومعلقتين من صويا صوص، وكمان معلقه سكر وشويه فلفل كده ملونين او اخضر، اي فلفل عندك. النار تكون عاليه، شوحي كده كله مع بعضه. ومعلقه السكر بحطها في الاخر قبل ما انزلها كده بحوالي 5 دقايق، بتكرملها وبتخليها زي السكر. شوحتها ورحت جايه سايباها تبرد شويه، هاخد منها ربع كيلو للطبخه بتاعتي، والباقي هفرزه. معايا بقى هنا البطاطس نشلتها من الميه في شويه زيت، وهشوحها كده النار تكون عاليه. انا بعشق البهارات وهي بتتشوح في الزيت، بتخلي لحم البطاطس نفسه كده اللهم بارك التيست بتاعه عالي جدا. فلفل اسمر وشويه كزبره، بس كده. كل ده في قلب الزيت كده، رشه بسيطه جدا، يعني ما شاء الله. هنا بقى يعني في القلايه بتاعت الزيت دي نزلت بمعلقتين زيت بنفس الزيت بتاع البهار، وكمان معلقه سمنه بلدي، ونزلت حوالي بصلايه كبيره ناعمه، وكمان ايه معلقه صغيره كده من الهريسه اللي هي الشطه اللي انا فرمه في الكبه. إيه هي سبايسي شويه. اشوح كله مع بعضه، وننزل بقى بالقلب بتاع البطاطس، اشوح كده كله مع بعضه. وننزل بقى برشه فلفل اسود ورشه بهار ورشه كزبره ورشه كده من بهار اللحمه، ومكعب ماجي ورشه ملح، ونشوح كده كله مع بعضه. عسل قوي. ومعايا كده حوالي 3 حبات من الطماطم مقطعهم كده حاجة صغننة، ومعلقة صلصة معلبة. تاخد كده غلوة، واروح جاية حاطة بقى ايه نص كوباية مية سخنة، نص كوباية. تاخد غلوتين 2 وانا واقفة واطفي عليها النار. انا عايزة برضو يكون فيها صوص كده من المية. هنا بقى وهي على النار كده خدت معلقة كبيرة من اللحمة، اللي هو ربع كيلو اللحمة اللي انا هحشي بيه، خدت منه معلقة على رشة كده بسيطة من الكزبرة الخضراء. شوح كله مع بعض واطفي النار. حاجة كده اللهم بارك على الريحة والجمال بقى، اللهم بارك زي السكر. اطفي بقى النار، يلا يا ستي بقى ايه نحشي البطاطس العسل بتاعتنا. كل اللي مطلوب منك شوية رز جنبهم. هاتي بقى الصينية بتاعتك بقى، وننزل بقى بالخلطة السكر دي بالراحة كده، نفردها كده في القاع الصينية، ونجيب بقى البطاطس ونرصها على وش الصينية، ونجيب باقي ربع كيلو اللحمة اللي انا اخدت منه معلقة في قلب الحشو. اللهم بارك، دول حوالي كيلو وربع من البطاطس يا جماعة، كيلو وربع. عايزة بقى تعملي بطاطس أصغر من كده براحتك، تعملي أكبر براحتك، الموجود عندك مشي نفسك بيه. نحط بقى الحشو بتاعنا بقية الربع كيلو، ومشغلة الفرن بتاعي يحمى شوية. يجيب بس ايه ورق سلوفان اغطيها، واحطها على شبكة الفرن في الرف الأوسط درجة حرارة وسط. بالظبط ربع ساعة بتكون استوت معايا، بس تحطيها على الشبكة بتبقى ملبن. الصوص بتاعها بيسويها ومكتومة، فالدخان بيسويها، وهي كده البطاطس اصلا واخده نص تسويه في قلب الزيت، واللحمه مستويه والخلطه اللي تحت مستويه، كل حاجه اللهم بارك. نديها بقى ايه شويه جبنه كده موزاريلا كده على الوش،
وشغل الشوايه، مفيش 5 دقايق وانت واقفه، وتطلعي بقى احلى صينيه بطاطس كده باللحمه المتعصجه سكر، والخلطه بقى تحت منها. والله العظيم تتاكل كده اكل. شويه رز شويه مكرونه، بس الرز احلى طبعا جنبها، احلى واطعم. طلعي كده بصوا بقى متحمره من تحت ومن فوق شويه يا ولاد، الخلطه اللي تحت منها احلى من البطاطس نفسها. بصوا بقى واخده اللون من تحت وفوق، والجبنه مديها طعم لذيذ جدا. بصوا بقى الجمال. جربيها تغيير كده للاولاد، حاجه كده اللهم بارك. وبربع كيلو لحمه اللهم بارك عملت صينيه كامله متكامله، وبالخضار بتاعها جميله زي العسل. عايزه اقول لك احيانا بجيب حوالي ربع كيلو كوسه، بقطعه برضو مكعبات صغيره وبشوحه برضو في قلب الخلطه وعلى النار في الطاسه. بألف هنا وشفا، وجربوها هتعجبكم جدا. سلام عليكم.